اللي مبسوطين جوه نادي الزمالك. انا ما بتكلمش على المبسوطين بره نادي الزمالك. المبسوطين بره نادي الزمالك دول انا فاهم مبسوطين ليه. اللي جوه النادي الزمالك مبسوطين على ايه؟ ايه اللي يبسط في النادي؟ ايه اللي بيجرى في النادي عظيم؟ ايه المؤامره اللي معموله على الزمالك؟ يعني دايما يقول لك مؤامره ايه؟ ده احنا المؤامره، ده احنا قلب المؤامره من جوه. احنا ايه مؤامرتنا؟ ايه اللي بيتعمل؟ انت حد مسؤول ان انت ما بتجيبش مدرب؟ تقول له طب يلا ده، يقول لك لا مش ده، هنعمل لجنه. طب اللجنه نعملها، لا مش لجنه. طب هي ايه؟ اقول لكم ايه هي الفوضى، ان النادي يتحول الى خرابه، وهذا هو الامر الان. يا تلحقوه يا ما تلحقوهوش، والله ما فارق معايا هتعملوا ايه. ما هو خلاص، ما هو بقاش يعني المساله مش في ايدينا، المساله مش في ايدينا. فشوفوا هتعملوا ايه وقولوا لنا. بس انه يتساب كده هذا امر يعني بصراحه لا احسبه تعمدا قد ما هو سيبوه يقع. ودوشه بقى ومشاكل. ما اي حد كلمه يقول لك اصل دوشه بقى ومشاكل. طيب خلاص سيبوه يقع، دوشه بقى بمشاكل. اما يخلص خالص، انتوا عارفين في حاجات كده يسيبوها لما تتهد خالص، يعني اما تاكل نفسها بنفسها وبعدين خلاص. يعني مدرب الزمالك اللي عمل الماتش ده قال لهم عيب عليكم الخساره بالثلاثه. ايه عيب عليهم ليه؟ هم ذنبهم ايه؟ ده لعيب، ده لعيب مش عارف حاجه، مش شايف حاجه في النادي، مش شايف رئيس، مش شايف مدرب، مش شايف مرتب، مش شايف اي حاجه. بص وش اللعيب. انت عندك احسن لعيبه في مصر، احسن لعيبه في مصر، لكن في حد قال لك ايه؟ دعه يسقط، دعه يموت. ربنا بقى يعني يتولاه برحمته ونقرا عليه الفاتحه كده او مش مهم مين، 1 2 3 مدرب كذا، لعيبه جديده كذا، فلوس هنجيبها بالطريقه الفلانيه، هنعمل كذا. نركز يا جماعه، نركز في النادي، نركز في اللي بيجراله. انما الحاله ديت ان ده نادي للخناقه، نادي للمشاكل، نادي للتعديلات القانونيه والتفسيرات القضائيه. هو في نادي كده في العالم؟ اتحدى في العالم في نادي كده في العالم بيحصل فيه اللي بيحصل ده؟ لا يمكن، لا يمكن، ايا كان نوعه، ايا كان الدرجه اللي بيلعب فيها. ارجوكم او لا ارجوكم، ربنا معاكم. وانا عارف طبعا النتيجه ايه. محدش هيشتغل على النادي، كله هيشتغل على الخناقه. احنا قاعدين في النادي ده بنشتغل خناقات، انما ما نشتغلش مباريات، ما نشتغلش مسابقات، ما نشتغلش لعيبه. لا، هو كل الهم ايه؟ نرد ونقول له لا ده احنا كذا، ده هو الموضوع كذا. طب فين الفعل على الارض؟ هل ده طبيعي؟ انا اتحدى حد يقول لي ان ده طبيعي. السنه دي اسوأ سنه، هي بجد اسوأ سنه، ومفيش اسوأ من كده. يعني مفيش، يعني كان يبقى النادي برضو واقف على رجليه. احنا النادي مش واقف على رجليه، النادي ده عايزينه يقف على رجليه، مش عشان الموسم ده، عشان الموسم الجاي. خلاص الموسم ده انتهينا، يعني ما فيهوش حاجه. المهم خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع. ناري من عمرو اديب يا جماعه، تعليق ناري من عمرو اديب طبعا عن مباراه نادي الزمالك. عن مباراه نادي الزمالك طبعا عمرو اديب اتجنن رسميا، عمرو اديب اتجنن رسميا بعد فوز طبعا نادي الزمالك. طبعا بس يا جماعه الدعم على القناه ده اهم شيء، واللايكات. انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا. اللايكات يا جماعه بتسعدني، بتنشر الفيديو. الناس كلها اكيد بتدعمنا عشان أنا محترم.